السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نحضر معكم البنات هاد الرغيفات، تيجيو اكثر من رائعين البنات، غزالين، تيجيو مقرمشين ومورقين من الداخل. يمكن لكم تحضروهم في اي وقيته بغيتو، دغيا تيوجدوا. ومقادير بسيطه البنات، يعني ما تيحتاجوش منا لا جهد ولا مقادير كثيره. نتوما البنات تيجيو فنين البنات، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. بقاو معايا باش نشوفوا المراحل ديالهم. بسم الله. كاول حاجه انا عندي هنا واحد ندير 2 زيف ديال الدقيق الابيض البنات، وتتبقى الكميه على حساب عدد الاشخاص وعلى حساب الرغبه. كما ذكرت البنات عندي 2 زلايف ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس. غادي نضيف ليه واحد نصف زلافه ديال الفينو، وقرصه الملح، ومعلقه ديال العسل. صافي غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني البنات، وغادي نضيف واحد شويه ديال الخميره البنات، هي راس معلقه، ما نكثروش بزاف. صافي البنات هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجها البنات. صافي غادي نعجنوها مزيان، كنعجنو بيدينا ولا العجانه اللي متوفر. بالنسبه للماء يكون هي دافي شويه وصافي. صافي البنات انا هنا غادي نخليهم يتعجنوا مزيان، وغادي تعجن هاد المقادير تندمج مع بعضياتها مزيان وتسلك ليا العجينه. صافي وغادي ندوز باش نشكل. الماء البنات غادي نديروه بالتدريج البنات، شويه بشويه، صافي حتى تجمع لينا العجينه، ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش ثقيله. البنات انايا دائما تنخلي شويه عجينتي هكا في اي نوع ديال العجائن، تنخليها شويه مرخوفه. صافي البنات يعني هنايا العجين ديالي هو وجد معنا. غادي نوريكم يعني كيفاش القوام ديالو. صافي البنات هي هذه العجينه، نتوما كيفاش تجي العجينه، تجي شويه مطلوقه. ما تخافوش البنات منها انها يعني تلصق لكم في اليدين ولا شي حاجه، تجي مطلوقه. صافي البنات انا وضعتها فوق سطح العمل بعد ما غسلته مزيان ونقيته وعقمته البنات ضروري. صافي البنات هنايا هانتوما غادي نوضع عليها واحد البلاستيك، يعني ما غاديش نخليها بزاف البنات ترتاح، غير واحد شويه، واحد 5 دقائق صافي، حيت عندي العجينه مرخوفه اصلا. صافي من بعد غادي نشكلها. صافي البنات هنايا غادي نحتاج باش نورق هاد العجين، عندي هنايا واحد الكاس ديال النشا والزيت فقط البنات، يعني زيت المائده وكاس ديال النشا. صافي غادي نبدا نشكل في العجين ديالي. كما قلت لكم البنات انا راه ما خليتهاش يعني اكثر من 5 دقائق وربما اقل. صافي البنات غادي نبدا نشكل، وتيبقى الحجم على حساب الرغبه، على حساب يعني بينهم صغار كبار شويه على حسب. البنات انا هنا غنبدا نشكل يعني كاع العجين اللي عندي، عاد غادي نبدا نورق. البنات هنايا بعد ما شكلت يعني كويرات من هذا العجين، صافي غادي ما غاديش نخليهم يرتاحوا البنات، هنا غير غادي نغطيهم باش ما تنشفش ليا العجينه. صافي البنات كما ذكرت لكم انا عندي العجينه مطلوقه شويه، يعني ما تحتاج انها يعني نخليوها تطلق. صافي هنا غادي نبدا باول وحده، غادي نحاولوا نطلقوها مزيان البنات حتى يبدا يبان لنا سطح العمل. صافي ومن بعد كما ذكرت لكم بالنسبه يعني غادي نرشوها بشويه ديال النشا وشويه ديال الزيت. صافي البنات كما قلت لكم يعني او كذكرت لكم البنات هاد مقادير بسيطه بصراحه تيجيو رائعين البنات. هكا هي شي حاجه خفيفه دغيا تتوجد معنا، تنقلبوا دائما يعني على شي حاجه اللي بسيطه وسهله وما صعيباش هكا يعني نفكروا ليها ولا نهزوا ليها الهم. يعني خصنا يعني نقدروا نلقاو حاجه ما نلقاوهاش يعني بحال هاد الرغيفات هكا يعني دغيا تيوجدوا معنا. صافي البنات انا غنبقى مستمره هكا تنكمل كاع هاد الكميه. هنا البنات انا يعني غادي نوضع هاد النشا هذا نوضعو في هاد القريعه هكا ونبدا نرش هكا، عمليه اكثر وسهله وتتعاونني دغيا، يعني ما نبقاش عاد نهز المعلقه عاد
هانتوما البنات شتي طريقه سهله وعمليه. صافي البنات كما قلت لكم غادي نستمر تنكمل هادشي اللي عندي ديال الكويرات هكا ديال العجين، ومن بعد غادي نمشيو باش نطيبو. البنات كما ذكرت لكم هاد الرغيفات دغيا تيوجدوا معنا، يعني راه تقدري تحضريهم في نص ساعه، تقدري تحضري هاد الرغيفات هكا الوليدات مع الكوتي تيجيو رائعين وتيوجدوا لينا البنات دغيا بسهوله، تيوجدوا لينا دغيا. صافي البنات نتوما تلاحظوا يعني هاد القريعه نفعاتني البنات. ايوا صافي البنات انا نكمل اخر وحده بقات عندي وغادي نمشي باش يعني نقليو هاد الرغيفات ديالنا. ممكن توضعوهم في الفرن يعني على حساب الرغبه البنات، الا بغيتو طيبوهم في الفران ممكن، وبغيتو تقليوهم كذلك تيبقى على حساب الرغبه. انا غادي نقليهم البنات تيجيو مقرمشين. صافي البنات انا كملت الكميه اللي عندي. هنا غادي نوضع الزيت فوق النار صافي، ومن بعد غادي نبدا نضيفهم هكا. انا درت مقله كبيره حيت غادي نبقى ندير جوج حبات. صافي البنات الرغيفات ديالنا هما هادو تيجيو مقرمشين البنات، تيجيو مقرمشين فيهم واحد المذاق رائع البنات، تيجيو خفاف وما تيشربوش البنات الزيت بزاف، ما تيشربوش الزيت مزيان، يعني تلقاوهم من الداخل ناشفين. صافي وتنبدا نديرو هكا شويه الزيت من فوق هكايا رغيفه باش تنفخ هكا وطلع. صافي البنات اللون ديالهم تيجينا يعني هكايا تيجي فيهم واحد اللون زوين. ممكن ديروا بقيله هكا هي صغيره باش تجمع لكم الزيت على حسب يعني كل يعني على حسب الرغبه. صافي البنات انا هنايا غادي نقلبها وغادي نبقى مستمره هكا تنكمل كاع البنات يعني الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. مره كما ذكرت لكم نديروا شويه ديال هكا بالمعلقه شويه الزيت على وجه الرغيفه. هانتوما البنات تيتنفخوا تيجيو مرقين من الداخل البنات، تيجيو مرقين ومقرمشين، يعني حتى الا باتوا عندكم البنات يبقاو في نفس هكايا داك تيبقاو مقرمشين وتيبقاو زوينين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم البنات، ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجوها مع الحباب ديالكم وصحابكم. وصفه خفيفه سهله مهله ما فيهاش يعني شي صعوبات. صافي البنات انا غادي نكمل هاد صافي يعني قربت نكمل. صافي البنات انا هنايا حاطه حدايا البريريت ديال اتاي موجداه. هانتوما البنات الرغيفات ديالي تيجيو رائعين البنات، تيجيو خفافين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. وهذا هو يعني بعد ما حطيتهم هكا في طبق التقديم درت لهم واحد شويه ديال العسل واللوز ايفيلي. ممكن تزينوهم باي حاجه متوفره عندكم البنات، ممكن تزينوهم بالسكر كلاصي، تزينوهم باي حاجه. المهم نتمنى ان شاء الله يعجبكم. التزيين تيبقى على حساب الذوق والاختيار واشنو متوفر عندنا. هانتوما البنات الرغيفات ديالنا هما هادو تيجيو رائعين البنات، تيجيو مقرمشين وخفاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وما تنساونيش يعني من لي لايك البنات للفيديو. تنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو البنات ويعجبكم هاد الرغيفات اللي حضرت معكم بطريقه سهله وبسيطه ودغيا تيوجدوا.
وتبارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم، وما تنسونيش من التعاليق الزوينه ديالكم البنات ولا لايك للفيديو. وشكرا لكم بزاف البنات، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.